كتلوحوا في اليوتيوب. اذا على بركه الله مشاهدينا الاوفياء مشاهدي قناه شوف تيفي اينما كنتم اهلا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء. واليوم معنا اليوتيوبر ديالنا جالي اللي اكيد معروفه في المحتوى اللي كدير. الحمد لله انه محتوى نقي، محتوى نقول ماشي فاضح بين قوسين. واليوم هي جايه باش تتكلم على الاعتقال ديال هاد اليوتيوبرز كاملين ومنهم اللي كانت قريبه لك واللي دويت عليها بزاف د المرات وهي مسطار، السيده اللي بدات اليوتيوب ديالها ديال مولينيكس. اكيد اليوم تم الاعتقال ديال يعني بزاف الناس تعتقلوا كما دار غدار الشطابه. بزاف الناس اللي كيعطي واحد المحتوى فاضح واللي كيضرب في الصوره ديالنا حنا كمغاربه. اختي السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير؟ صافا لاباس؟ تحياتي ليك وتحيه للمتابعين ديال شوف تيفي، كنحييكم على التغطيه ديال هاد المواضيع هذه، شكرا لكم بزاف. مؤخرا اخي الكريم ولينا كنشوفوا احكام صدرات في حق بعض المشاهير، مسمون بالمشاهير مشوهون، ما علينا. احكام كانت صارمه ونحن جد سعيدين وجد فرحين بهذه الاحكام. علاش يتجمع بنادم بهذا لو تيرم؟ لان عيقوا بزاف. مازال ملي كيكون الانسان كيدير شي حاجه على راسو كيهضر على راسو يدبر مخو، لكن ملي كتولي الامور كتعلق باهانه الموظفين او اهانه الهيئات او طرف الاجهزه الامنيه طرف القضاء او التطاول على اعلى سلطه في البلاد، الله ينصرو اللي هو سيدنا الله يخليه تاج فوق راسنا، فهنا خويا كنا كنقولوا دائما ولا بغيو بالضحك، يا ربي تدخل يا ربي تدخل الدوله. ها الدوله دخلت، ما بغاوش الحمد لله، ما بغاوش ياكلوا طريفه الخبز في سلام. الاشهارات دايرينهم ما كيتحاسبوش عليهم، خدامين في اليوتيوب ما كاينش اللي كيحاسبهم، يعني مدبرين على راسهم. ولكن ملي شبعوا بداو يتطاولوا على الاجهزه الامنيه ديال بلادنا اللي كنحترموها وكنحبوها ومعترف بها في العالم. الاجهزه الامنيه كيستعنوا بها الدول، كاس العالم مثل قطر مثلا استعنوا بها بزاف ديال الدول، فرنسا بزاف ديال الدول. يجي مواطن مغربي يبدا يهينهم بديك الطريقه، وحنا مقبلين على مشاريع كبرى، تنظيم كاس العرب، افريقيا، تنظيم كاس العالم، ويجي الانسان ربما انت ما قاريش. دابا هاد الناس ملي كتخاطبهم تيقول لك انا ما قاريش، هذا هو المشكل. هذا عذر، هذا ممكن اليوتيوبر انه راك مؤثر كيتفرجوا فيك العالم. اليوتيوبر ماشي اليوتيوبر مثلا ولا هاد مواقع التواصل الاجتماعي، هاد لي ريزو سوسيو ماشي محدوده في المغرب نستروا عيبنا، راه كيتفرج لك العالم. العالم كيشوف فيك كتسي الاجهزه الامنيه د بلادك، وانا كنحترمهم وكنحييهم بزاف، صارين على الامن د بلادنا. مثلا اكزامبل هي عندها مشاكل نتعاطف معاها وكنبارطاجيها وكتبقى فيا. كانت قريبه لك هي؟ نعم شويه ظروفها بحال ظروفي تقريبا، شويه دي. لكن منين ولات كتسيء لسيدنا وتهديدات لسيدنا، انا ضد هذا الشيء خويا. على شحال ما عززت عليا وشحال ما تعاطفت معاها، ما لا سيدنا اولى، الله ينصرو. مع اللي الاجهزه الامنيه كذلك ومثال، القضاء كذلك ومثال. فغادي تولي تهينيهم وتهدديهم، ما عجبنيش الحال. او ميم طون الحاجه اللي كتخلاني كتشدني انني نتعاطف معها راه هي وليداتها، ماشي هي كشخص. كامراه متحمله المسؤوليه ديال 3 د الوليدات كنتعاطف معاهم. انا عندي دابا حاليا 3 د الوليدات وعارفه ودزت من التجارب ديالها، غير هي كتقول انا ما كنعاودش فيا النفس ما ترضاش، تنتقاتل على ولادي وما نعاودش داك الشيء اللي ما خصوش يتعاود. الوليدات اللي بقاو هذا هو البيت القصيد. انا كنت كنتعاطف معاها ماشي لشخصها، كنتعاطف معاها لوليداتها. يوفوا البارح سمعت الخبره على ريتاج بنتها مضروبه على الفك والسنان مهرسين، سوء التغذيه. المغرب سوء التغذيه، المراه كتدخل الملايين. انا ما بقيتش باغا نتعاطف معاك صافي، انا متعاطفه معاك على وليداتك لان انا وجامعه وليداتي وما نبغيش اللي يدوز على وليهم. انت دابا كندعي لك الهدايه والله يكون من حالك، لان فاش سمعت ريان امير داوه لمراكش، ريتاج مسكينه اللي بنيتها ما عارفينش المأوى ديالها، عارفين ولكن ما بغيناش نقولوا تحفظا هذاك الشيء ديال الامن د بلادنا، حنا ما غنعرفوش منه. تحيه للوكيل العام، تحيه لدوك الناس اللي في ديك البنيته. غتعرض على دابا الطبيب النفسي، غتعرض. والمشكله انه كاين اخبار
ربما حتى الزوج قال لك هو اللي كيضرب البنت. دابا هذه هي الطامه الكبرى اللي غيصدقوا فيها في مشاكل كبيره. شنو كلامك في القضيه ديال اعتقال الزوج الثالث ديالها؟ انا كان معايا في الاوتيل والبارح شهرات هذيك كان معايا في الاوتيل والبارح داخل انا وليداتي. هي تعتقلات هذه واحد 3 ايام فاش جات وقيله من طنجه. دخلت لقيته في الاوتيل. انا راه ما تنتبعهمش بزاف، ما تنعرفش هذا الثالث هذا بزاف، تسمع بيه تنشوفه. عليك باعتقادي وتلاقيتي مع الزوج ديالك؟ راه مع شادين نفس الاوتيل، ولكن طمأنيت ملي شفتو حيت معاه الوليدات. ملي سولت قالوا لي الالتزام، دار الالتزام باش يتكفل بهم، لكن نعورها هو انه دار لايف من بعد ما تحطت هي في الحراسه النظريه. دار لايف كيطلب بالدراري كيقول عاونوني، والدراري ماشي ولادو، ولو يكونوا ولادك ممنوع التسول ياك، ما خصكش ديرها. اذا هنا غادي يدخلوا التجار في البشر والعقوبه ديالو راها جد قاسيه. البارح تعتقل من الاوتيل، قلت له واش ما جاوش دوك الناس؟ قال لي لا ما جاوش. حتى كندخل اليوتيوب كنلقاه تعتقل. للاسف الناس كتجهل القانون. راه ملي كنبان بوحدي في القناه راه وليداتي اليوم فوقاش كنبارطاجي معايا وليداتي ملي تيكونوا في شي ريستورا واكلين شاربين نقيقين ضاحكين شي فلوق، شي حاجه فلوق تبقى لهم مساكن حتى هما لمستقبلهم. انا مضحيه عليهم، مغامره عليهم، متقاتل عليهم، يسبوني عليهم، يعايروني عليهم، كلشي عليهم، لكن هما ما ذنبهم حتى شي حاجه يتشوهوا. انت كتشوفهم قدام لابسين واكلين شاربين، راك شتي احسن اوتيل شداه ليهم واخا على حسب ظروفي وما نفرطش في وليداتي. هيام كنتي عزيزه وغندافع عليك بسناني وبيدي، وكان ما قصتيش سيدنا الاجهزه والمؤسسات ووليداتك اكثر. اما حتى سيدنا رحيم بالشعب، المؤسسات تقدري ترغبيهم ما نعرف يقدروا يديروا معاها، ولكن دابا ملي كتكرفس على الطريق غنردوك. نعم خويا. الاعتقال ديال والديك هذا الصباح سمعنا. شوف نجيو الواقع. دابا راه كاين الشطابه، وهاد الشطابه زوينه باش نبداو نعطيو صوره للمغرب. انا براسي هاد الشيء خلاني نخاف. عرفتي شنو؟ الا ما كنخافوش من المخزن صافي هي السيبه. دابا وليت نبقى نمونطي كلمه بكلمه بحرف بحرف، مع العلم انا ما عمرني ما كنهضرش على السياسه ولا الامن ولا داكشي، بعيد عليه، كنحترمهم. شي حاجه اللي غتفرقني على وليداتي يبقاو مساكن، حيت الا مت انا راه يبقاو من الصباح الخيريه. ما نبغيش انا الحاجه اللي تسيء ليهم، الحاجه اللي تضرهم في وجههم. واخا يسبني شي شخص غندير راسي ما سمعتش في وجه ولادي، والله يكون معاها. هذا ما نقولوا، هذا الله يكون معاها. انا بقات فيا بنت عباس كونها حتى هي مرا عندها الاولاد. اما هو دار علاش؟ انت عندك مشكل ديال السب والقذف مع السيده، وزايدها باهانه موظف، تعري على البوليس وتهدد البوليس. هنا فين كيحطوا راسهم في مواقف لا يحمد عقباها، فهمتيني؟ كذلك الطغيان. شوف نهضروا بواحد القضيه. شتي ملي كتكون معاطيه ما بين مراه ومراه راه كتسلك. ملي تشوف راجل جالس شاد في العيالات بديك الطريقه، والله العظيم الا مهزله. السؤال علاش بزاف اليوتيوبر ولاو كيتلاحوا المحتوى الفاضي؟ واش حبا في المال؟ واش الشهره؟ الملامه على المتلقي، وما كنعممش. اي كاين قنوات رائعه دايرين محتوى رائع ما كيدخلوا لهمش. حنا فضوليين كتعجبنا الشوهه ندخلوا نشوفوا واش واقع. يعني المشكل حتى بالشعب، حتى شكون هاد الناس شكون اللي كيتفرج فيهم اخويا؟ واش جنون؟ غير قول لي شكون اللي مطلعهم؟ المشاهدات كيضربوا على نسبه المشاهده. انا ما كنعممش، كاين الناس اللي ما تدخلهمش ما تتعرفهمش كاع، تحيه ليهم. ما نعطيك اكزامبل. هادو رضا ولد الشينويه في المحاكمه ديالو هو وبنت عباس، السيد القاضي تيقول لهم شنو هو التيك توك، شنو كتقولوا فيه، شنو عاد بداو كيعرضوا له وكيعطيو لهم. ما عارفش، راه كاين ناس عندنا زوينين واعيين ما تيتصنتوش، ولكن الاغلبيه كيبغيو يشوها. دير محتوى نقي ما يدخلوا لك يتفرجوا ليك ويعاتبوك. اين هو المحتوى؟ ولكن ملي كدير محتوى نقي ما كيتفرجوا لكش. والشوها والفضيحه كتلقاهم دايرين بم، وعندهم جيش وعندهم جمهور، عندهم متتبعين. انا ما كنعممش، ولكن المتلقي كيبغي الشوها. شنو نساتك
الناس اللي باقي كيحددوا هذا الشيء وباقي ما وصلش. انا خويا تسليم انا تردعت انا بعدا واحده انا بريئه خويا من هاد المحتويات. لان علاش الى حيدنا ديك الهبه اخويا اللي كبرنا عليها صافي هي الحيه مشى. حنا كنا يدوز من حدانا الشوج هدايا كان يدوز من حدانا الشوج ديال القيد كنا نحترموه مخازنين نحترموه. دابا ولا التطاول على سيدنا هو بزاف. الله يطول عمرك يا سيدي.